السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل سألت نفسك يوما لماذا يهاب الناس بعض الأشخاص بمجرد دخولهم إلى المكان، حتى وإن لم يكونوا يمتلكون ثروة ضخمة أو منصبا رفيعا أو نفوذا واسعا؟ ولماذا في المقابل يتم تجاهل أشخاص آخرين رغم محاولاتهم المستمرة لجذب الانتباه ورفع أصواتهم والحرص الدائم على الظهور؟ هذا السؤال يشغل بال الكثيرين، لكن قليلا من يجدون إجابة حقيقية عليه. والحقيقة يا أصدقائي أن القوة الحقيقية التي تجعل الناس يضعون لك ألف حساب لا تكمن في قوة الجسد ولا في كثرة الكلام ولا في الاستعراض المتواصل، بل تكمن في هيبة خفية تنبع من الداخل وتظهر في التصرفات والسلوك وفي طريقة التعامل مع المواقف الصعبة التي يمر بها كل إنسان يوميا. وفي هذا الحديث سنكشف معا 7 علامات خفية إذا كانت موجودة فيك فاعلم أنك تمتلك شخصية قوية يهابها الناس ويحترمونها حتى لو لم يصرحوا بذلك أمامك. 7 علامات مبنية على أسس نفسية حقيقية وليست مجرد كلام نظري منفصل عن الواقع. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسوا الإعجاب بهذا المحتوى والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. لنبدأ بالعلامة الأولى، وهي الصمت الذكي. أول دليل حقيقي على قوة شخصيتك هو قدرتك على الصمت في اللحظات التي يتسابق فيها الآخرون على الكلام. الشخص الضعيف يخاف من الصمت خوفا حقيقيا. يشعر أن الصمت يعني الغياب، وأن الغياب يعني النسيان. لذلك يملأ كل لحظة بالكلام الفارغ ظنا منه أن ذلك يثبت وجوده ويؤكد قيمته أمام الآخرين. لكن النتيجة تكون عكسية تماما. كثرة الكلام بلا قيمة تجعل صاحبها يبدو خفيفا، حتى لو كان يقصد عكس ذلك. أما الشخص القوي فهو لا يتحدث إلا عندما يكون لكلامه وزن حقيقي وقيمة فعلية. يراقب أكثر مما يتكلم. يسمع أكثر مما يعل. ويحلل من حوله بهدوء قبل أن يصدر أي حكم أو رأي. والصمت الذكي لا يعني البرود أو العجز عن الكلام، بل يعني الاختيار الواعي لأن تتكلم فقط حين يستحق الكلام أن يقال. وهذا الاختيار وحده يمنحك غموضا، والغموض يمنحك هيبة يصعب على الآخرين تجاهلها. فكر معي الآن. في أي مجلس تجلس فيه، من الذي تنتظر كلامه أكثر؟ الشخص الذي يتكلم في كل شيء طوال الوقت؟ أم الشخص الذي يصمت معظم الوقت ثم يقول جملة واحدة تقلب الموضوع كله؟ الجواب واضح. ولهذا قال الحكماء منذ قديم الزمان: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت الحكيم من ذهب. وهذه الحكمة لم تعبر القرون وتصل إلينا إلا لأنها تعكس حقيقة إنسانية ثابتة لا تتغير بتغير الزمان. العلامة الثانية هي القدرة على قول لا بدون خوف. هل تستطيع أن تقول لا عندما لا يناسبك الأمر؟ هل تستطيع أن ترفض ما لا يتوافق مع مبردئك أو وقتك بأدب وهدوء، دون أن تدخل في دوامة طويلة من التبريرات والاعتذارات المتكررة التي لا تنتهي؟ إذا كنت تفعل ذلك فهذه علامة قوة حقيقية لا يمتلكها كثيرون. الشخصية الضعيفة توافق على كل شيء من كل شخص خوفا من خسارة الناس أو خوفا من أن تبدو بمظهر الشخص الأناني أو غير المتعاون. لكنها في هذا الخوف تخسر شيئا أثمن بكثير، وهو احترام الآخرين لها. لأن الناس بطبيعتهم لا يحترمون من يوافقهم على كل شيء. قد يستمتعون بوجوده ويستغلون تعاونه، لكنهم في القرارة يفتقرون إلى الاحترام العميق له. أما الشخصية القوية فتعرف أن احترام الذات يبدأ من احترام الحدود. وعندما ترفض شيئا لا تريده بهدوء ووضوح ومن غير اعتذار مبالغ فيه، فأنت ترسل رسالة واضحة مفادها أن قرارك ملك لك وليس بيد الآخرين. وهذا بالضبط ما يجعل الناس يفكرون 1000 مرة قبل أن يقدموا لك طلبا لا تريده، لأنهم يعرفون مسبقا أنك لن تقبل فقط لأن الرفض يحرجك.
العلامة الثالثة هي الثبات وقت الاستفزاز. تخيل أن شخصاً ما حاول إهانتك أو استفزازك أمام الناس، وأنت بقيت هادئاً ومتزناً تماماً دون أن تنفعل أو ترفع صوتك أو تتصرف بطريقة تندم عليها لاحقاً. هذا الاتزان الانفعالي من أعلى درجات القوة الإنسانية الحقيقية، وهو أصعب بكثير مما يبدو لأن الانفعال رد فعل طبيعي، لكن كبح هذا الانفعال وإدارته بذكاء هو ما يميز الشخص القوي عن غيره. من يستطيع أن يستفزك بسهولة يستطيع أن يتحكم فيك، لأنه في اللحظة التي تنفعل فيها تكون قد أعطيته مفتاح السيطرة على تصرفاتك. أما الشخص القوي فهو يمتص غضب الآخرين بهدوء وثبات، مما يجعل الطرف المستفز يشعر بالارتباك والضعف أمام هذا الهدوء الصلب الذي لا يتزعزع. وهذا أبلغ رد ممكن على أي استفزاز. ليس الكلام، ليس الصراخ، بل الهدوء المدروس الذي يقول بوضوح أنك لا تملك القدرة على إخراجي عن توازني. وفي علم النفس يسمى هذا الثبات الانفعالي بالذكاء العاطفي، وهو من أكثر الصفات ارتباطاً بالنجاح في الحياة المهنية والشخصية على حد سواء. الدراسات تثبت باستمرار أن الأشخاص الذين يملكون ذكاء عاطفيا عاليا يتقدمون في حياتهم ويبنون علاقات أقوى وأكثر استدامة ممن يملكون ذكاء معرفيا عاليا لكن يفتقرون إلى السيطرة على مشاعرهم. العلامة الرابعة هي عدم الحاجة إلى لفت الانتباه. الشخص القوي لا يركض خلف الأضواء. إذا كنت لا تشعر بالحاجة إلى أن تكون محور كل حديث أو مركز كل مجلس، وإذا كانت لا تنتظر المديح والإطراء من الآخرين حتى تشعر بقيمتك الحقيقية، فأنت تمتلك ثقة حقيقية بنفسك وليست ثقة مصطنعة تحتاج إلى تأكيد متواصل من الخارج. الإنسان الواثق بنفسه حقا يشبه الأسد، يسير بثبات ورزانة سواء لاحظه الناس أم لا، سواء أعجبوا به أم أغفلوه. هو لا يعيش من تقدير الآخرين، بينما تجد البعض يستعرض ممتلكاته وإنجازاته باستمرار ويبحث دوما عن إشارات الإعجاب والتصفيق. تجد صاحب الشخصية المهيبة يجلس بهدوء ومع ذلك تنجذب الأنظار إليه دون أن يسعى لذلك بأي شكل. والفرق بين النوعين جذري. الأول يبني ثقته من الخارج إلى الداخل، وهي ثقة هشة تنهار عند أول نقد أو تجاهل. والثاني يبني ثقته من الداخل إلى الخارج، وهي ثقة راسخة لا تتأثر بتقلبات آراء الناس. وهذا النوع من الثقة هو ما يجعل الناس يحسون بهيبتك قبل أن تتكلم وقبل أن تفعل أي شيء. العلامة الخامسة هي تحمل المسؤولية. الأشخاص الضعفاء دائما يبحثون عن شماعة يعلقون عليها أخطاءهم. مرة الظروف هي السبب، ومرة الحظ العاثر، ومرة الناس من حولهم هم المذنبون. وهذا النمط من التفكير لا يحميهم من النقد كما يظنون، بل يجعلهم يبدون أضعف وأقل نضجا في عيون من يتعاملون معهم. أما الشخص القوي فيقول بصدق وبدون تردد: أنا المسؤول. إذا أخطأت واعترفت بخطئك بشجاعة ثم عملت على إصلاحه بجدية، فهذه علامة على نضج داخلي حقيقي وقوة لا يمتلكها إلا من رحل في رحلة المحاسبة الذاتية الصعبة. الناس يثقون بالشخص الذي لا يهرب من المسؤولية، لأنه صادق مع نفسه أولاً قبل أن يكون صادقاً مع الآخرين. وهنا تكمن مفارقة مهمة جداً. كثير من الناس يعتقدون أن الاعتراف بالخطأ يضعف صورتهم أمام الآخرين، لكن الحقيقة عكس ذلك تماماً. الاعتراف بالخطأ بشجاعة يرفع صورتك في أعين الناس، لأنه يكشف عن إنسان واثق بنفسه بما يكفي ليقول أخطأت دون خوف من الحكم. وهذا بالضبط ما يجعل الناس يثقون فيك ويحترمونك على المدى الطويل. العلامة السادسة هي لغة الجسد الهادئة. راقب طريقة حركتك وكلامك وجلوسك. هل تتحرك بعصبية وتوتر؟ هل تكثر من الحركات الزائدة والإيماءات المبالغ فيها أثناء الحديث؟
هل تتلعثم أو تتردد كثيرا قبل أن تجيب؟ الشخصية المهيبة تتميز بالهدوء في الحركة والثبات في النظرات والاتزان في طريقة الجلوس والوقوف والكلام. العين الواثقة التي لا تهرب من النظرات، والمشية المتزنة التي لا تعكس قلقا أو استعجالا، والجلسة المستقيمة التي تعكس الاحترام الذاتي، كلها إشارات يلتقطها العقل الباطن عند الآخرين في ثوان معدودة قبل أن تنطق بكلمة واحدة. هذه التفاصيل الصغيرة التي يغفل عنها كثيرون تخبر الناس بدون كلمات أنك تعرف قيمة نفسك جيدا، وأنك لا تحتاج إلى إثبات ذلك لأحد. وما يثير الاهتمام هنا أن لغة الجسد ليست مجرد انعكاس لما تشعر به من الداخل، بل الأبحاث تثبت أن العلاقة تسير في الاتجاهين. يعني أن تغيير لغة جسدك بوعي وإرادة يمكن أن يؤثر فعلا على طريقة شعورك بنفسك. عندما تجلس بشكل مستقيم وتتحرك بهدوء وتنظر في عيون من تتحدث إليه، فأنك لا ترسل رسالة للآخرين فقط، بل ترسل أيضا رسالة لعقلك الباطن تقول له أنا واثق وأنا متزن وأنا هنا بكل حضور. العلامة السابعة والأخيرة هي الثبات على المبادئ، وهي في نظري أهم علامة من بين جميع العلامات السبع، لأنها هي الجذر الذي تنبع منه كل العلامات الأخرى. هل لديك مبادئ واضحة تعرفها وتعلنها وتتمسك بها؟ الشخصية القوية لا تغير مواقفها بحسب الريح، ولا تبدل قيمها لإرضاء الجميع. إذا كنت تتمسك بمبادئك الدينية والأخلاقية حتى عندما تكون وحدك وليس هناك من يراقبك، فأنك تمتلك صلابة داخلية حقيقية لا يمكن لأي ضغط خارجي أن يكسرها. قد يختلف الناس مع الشخص المبدئي، قد يجادلوه وقد لا يعجبهم موقفه الثابت الذي لا يتزحزح، لكنهم في النهاية يحترمونه رغما عنهم، لأن الناس بطبيعتهم يهابون الشخص الذي لا يمكن شراؤه بالمال ولا بالمديح ولا بالمصالح الشخصية. الشخص الذي يعرف من هو وماذا يريد وما الذي لن يتنازل عنه مهما كان الثمن، هذا الشخص هو الذي تبقى هيبته في أذهان الناس لسنوات طويلة بعد أن يرحلوا عن مجلسه. والثبات على المبادئ لا يعني الجمود ورفض التعلم أو عدم القبول بالنقد البناء، بل يعني أن تكون لديك خطوط حمراء واضحة لا تتخطاها تحت أي ضغط أو إغراء. وهذه الخطوط الحمراء هي ما يعرفك حقا كشخص، هي هويتك الحقيقية التي تبقى ثابتة حين يتغير كل شيء من حولك. وفي الختام يا أحبتي، تذكروا دائما أن القوة الحقيقية ليست وسيلة للتسلط على الآخرين أو إثبات التفوق عليهم. القوة الحقيقية هي وسيلة لحماية نفسك وكرامتك وبناء علاقات إنسانية قائمة على الاحترام المتبادل. وهي أيضا مسؤولية، لأن من يملك شخصية قوية يحمل أمانة التأثير الإيجابي في من حوله. ابدأ من اليوم في بناء هذه الصفات داخلك واحدة تلو الأخرى. لا تنتظر أن تصبح كامل الصفات دفعة واحدة، لأن ذلك لن يحدث لأحد. لكن ابدأ بالصفة الأصعب عليك وأعطها وقتا وصدقا واهتماما حقيقيا. وستلاحظ تدريجيا كيف سيتغير تعامل الناس معك وكيف ستتغير نظرتك لنفسك قبل كل شيء. أخبروني في التعليقات أي علامة من هذه العلامات السبع تجدونها الأصعب في التطبيق على أرض الواقع. وهل مررتم يوما بموقف شعرتم فيه بقوة شخصيتكم وأدركتم فيه أن ما بنيتموه من داخلكم يستحق كل ما قدمتموه؟ شاركونا تجاربكم الحقيقية، لأن هذه التعليقات هي روح هذه النقاشات وما يجعلها تستمر وتثري الجميع. ولا تنسوا دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات حتى نستمر في نشر الفائدة ومحتوى تطوير الذات الحقيقي. شكرا لكم على حسن المتابعة وعلى وقتكم الثمين. وإلى أن نلتقي في حديث جديد إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.